السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين وبألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض القرنبيط المقلي، وهنعمل بطاطس محمرة وسجق محمر. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. هنجيب القرنبيطاية بتاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدأ نقطعها. هي هي جاهزة، يعني بصوا هي بتبقى ليها فروع كده، فاحنا نمسكها كده بسم الله، نسمي بسم الله، نجيب السكينة اهي. شايفين؟ طبعا عايزين نقسمها، هنقسمها بسم الله الرحمن الرحيم اهو، عشان انا مش عايزاها كبيرة فهتبقى بالشكل ده. طبعا هجيب مصفى وهحطها في الحوض عشان هنغسل القرنبيط بتاعنا قبل ما نسلقه مع بعض. المصفى هحطه كده بس بعد ما اقطع كل القرنبيط، بسم الله الرحمن الرحيم اهي زي ما حضراتكم شايفين اهو. وده برضو مش هنرميه، هنعمله بسم الله. دي اهي مقسومه بسكينه كده اهي، شايفين؟ ودي برضو هنقسمها اتنين. طبعا لازم يتغسل كويس جدا وينزل كل الرمل اللي فيه قبل ما نسلقه معانا، وهنقول بنسلقه ازاي. بسم الله اهو. طبعا برضو دي هنقطعها اهي، شايفين؟ دي بقى كبيره، فهنعمل ايه؟ هنقوم مقطعينها كده بالسكينه وهنقوم قاسمين دي اتنين بسم الله الرحمن الرحيم اهي. هكذا هنقطع الحته اللي تحت دي عشان تخينه ملهاش اي لازمه اهو اهي. اتقطعت معانا، مفيش اسهل من كده طبعا. تمام. انا جبت مصفى وحطيت القرنبيط بتاعي تحت الميه، لازم نتاكد ان هو مغسول كويس جدا وننزل كل الرمل اللي فيه عشان واحنا بنسلقه ما يجيبش معانا الميه بتاعتنا ما تكونش فيها اي رمل وتكون نضيفه. ونجيب اللي تحت برضو اهو. دي انا هقسمها اتنين اهي. تمام. هسيبه يتصفى من الميه كويس جدا طبعا، وهنجيب حله على النار هنحط فيها ميه سخنه ونسيبها تسخن كويس جدا لحد ما تغلي. انا حطيت ميه على النار، عقبال ما الميه تغلي جبت البطاطس بتاعتي وهسمي بسم الله وهقشرها. النهارده قعدت افكر هعمل اكله ايه فقلت ايه ان شاء الله انا هعمل اكله عيش. جبت القرنبيطايه وجبت البطاطس وعملت معاكم واحده واحده. طبعا الميه لازم تبقى مغليه كويس جدا بتاعه القرنبيط، والقرنبيط بتاعنا لازم يتغسل كويس جدا وينزل كل الرمل اللي فيه. طبعا اي حاجه في البطاطايه مش عجباكي هنشيلها بالمقشره او بالسكينه.
انا خلاص قشرت البطاطس بتاعتي، هنغسلها. حطيتها في الحوض، هغسلها كويس جدا. هجيب السكينة واقطع البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. وانت واقفه برضو شطبي المواعين بتاعتك. يعني انا قلت اقطع البطاطس واقشرها عبال ما الميه اللي معايا تغلي. طبعا انت لو مسخنه ميه في الكتل مفيش اي مشكله على طول. انا قلت اسيب الميه تغلي براحتها عقبال ما اقشر البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مفيش حد بيحب القرنبيط المقلي، كل الناس بتعشق القرنبيط المقلي. وان شاء الله برضو هنعمل مع بعض القرنبيط اللي بدمع واللحمه المفرومه، وبرضو نمشي من غير لحمه مفرومه عادي جدا. زي ما حضراتكم شايفين انا خلصت تقشير البطاطس. طبعا هغسلها كويس وهصفيها من الميه دي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهرجع احطها في ميه نظيفه. خلاص طبعا الميه بتاعتي غلت. هنحط في الميه ايه؟ هنحط ملح، هنحط معلقه ملح كده. هنحط معلقتين من الكمون عشان يبقى ريحه القرنبيط بتاعتنا حلوه. هنجيب القرنبيط بتاعنا وهنسمي بسم الله وهننزله في الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيبه 10 دقايق بس عشان ما يتهرش معانا. عشر دقايق بس، تمام، عشان ما يبقاش مهري معانا، عشان واحنا بنقليه تبقى الحته ماسكه نفسها. اهو زي ما احنا شايفين الميه جميل، لونها جميل ازاي من الكمون. طبعا احنا كده لسه عدى 4 دقايق، لسه هنسيبه كمان 6 دقايق. اهو زي ما حضراتكم شايفين. برضو هنجيب السكينة ومن تحت كده هننزل بيها هنشوف استوى ولا ما استواش. تمام اهي شايفين نزلت معايا، يبقى انا كده القرنبيط بتاعي استوى خلاص. انا هطلع دوت اهو. لا تمام، انا هطلع دوت وهحط باقي القرنبيط بتاعي يتسلق.
تعالوا مع بعض نطلعه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنطلعه في مصفى اهي وفي صينيه عشان الميه بتاعتنا ما تنزلش على الارض. ريحه الميه بالكمون ريحتها حلوه قوي. طبعا هنسيبه يتصفى من الميه اللي فيه. هنزل بباقي القرنبيط. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو 10 دقايق 8 دقايق بالكتير، ما كترش. لسه اهو، لسه ما عداش الا دقيقتين. طبعا وبالسكينه بتاعتنا هنشوف اهو. لسه هنسيبه كمان 4 دقايق وبعد كده نطلعه. القرنبيط بتاعي خلاص اتسلق، هطلعه في الصينيه عشان احطه في المصفى يتصفى. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنسيبه يتصفى ويبرد تماما عقبال ما نجهز الخلطة بتاعتنا. وزي ما حضراتكم شايفين انا خلاص خلصت القرنبيط وصفيته، قشرت البطاطس وجهزتها ومعايا السجق. يلا بينا تعالوا نشوف هنعمل خلطة القرنبيط ازاي. تعالوا بينا يلا نعمل مع بعض خلطة القرنبيط. اول حاجة ان شاء الله هنجيب بولة هنحط فيها بيضتين اهو زي ما حضراتكم شايفين. البيض هنحط بيضتين 2 3، هنحط 4 بيضات. تمام. تعالوا مع بعض نحط البهارات بتاعتنا. هنحط فلفل اسود، هنحط ملح، ماشي، هنحط كمون، هحط معلقة من الكزبرة الناشفة، هحط معلقة من الثوم، هحط معلقة من الكركم، هحط معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، هحط 2 معلقة نشا، هحط 3 معالق
من الدقيق. معلقة كبيرة من الخل. اللي اول مرة يعمل الخلطة دي بالمكونات اللي انا قلت عليها دي بجد هتعجبكم جدا. هنجيب المضرب اليدوي وهنضرب كل ده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. نضربه كويس جدا عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. شايفين اهو ما فيهوش اي تكتلات. طبعا هننزل بالكباش بتاعنا ونضربه كله مع بعضه برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا واحده من الناس بتحب القرنبيط جدا المقلي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هزود بضايه كده. انا حطيت 5 بيضات. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص الخلطه معايا جهزت اهي. طبعا محضرين على النار زيت غزير جدا وسخن جدا جدا. طبعا الخلطه خلاص اهي جهزت معايا وبقت تمام التمام ما شاء الله اهي. تعالوا مع بعض نعمل القرنبيط بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب القرنبيطايه هننزلها في الخليط اللي احنا عملناه. بسم الله. طبعا بقى انا هشتغل بايدي ونتاكد كويس ان هو دخل كمان من جوه عشان يتحمر كله وياخد اللون الذهبي اللي احنا محتاجينه. تمام. هنبقى محضرين طبعا مصفى عشان ينزل اي حاجه فيها. وعلى النار بتاعنا الزيت سخن جدا جدا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. طبعا الزيت بتاعنا نسخنه كويس جدا ومحضرين المصفى بتاعتنا عشان اي خليط فيه ينزل في المصفى ما ينزلش في الزيت بتاعنا. بسم الله. اتاكد اللي هو دخل كويس جدا جدا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل على قد المقلايه الاولى. طبعا احنا بندخله كده عشان كله ياخد اللون الذهبي. شايفين داخل من جوه ازاي كمان ما شاء الله. تعالوا مع بعض نحطه في الزيت بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الزيت سخن ازاي وانا حطيته. مش هقلبه غير لما احس اللي هو اخد اللون الذهبي من تحت.
مهم جدا ان احنا ما نقلبوش غير لما ياخد اللون الذهبي من تحت، عشان ما ما يتفرهدش معانا في الزيت، واحنا سلقينه 10 دقايق بس علشان ما يبقاش مستوي زيادة ويتفرد معانا في النار. تمام كده. تعالوا مع بعض نقلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ده اللي انا بقول لكم عليه عشان ناخد اللون الذهبي الجميل ده. بسم الله. شايفين ما شاء الله، شايفين ما شاء الله، شايفين النشا بقى والبيكنج باودر هيديها قرمشه رهيبه. انا عايزه اوريكم، شايفين الجمال ما شاء الله، شايفين متحمره ازاي من كل ناحيه. طبعا هكون محضره صينيه فيها مناديل مطبخ وهحط فيها القرنبيط بتاعي. انا مناديل المطبخ بتاعتي خلصت فالجيش قالك اتصرف، فحطيت مناديل التواليت عادي في الصينيه اهو. تعالوا مع بعض كمان دقيقتين بالظبط، بالظبط دقيقتين وهطلعها في الصينيه. انا خلاص هطلع، وطيت طبعا على النار وجبت المناديل في الصينيه وهطلع القرنبيط بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين، شايفين ما شاء الله لحد ما يتصفى خالص، وهحطه في طبق التقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعناه في الصينيه، هنحط القرنبيط اللي احنا عملناه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرده هنعمل نفس الحكايه، مش هنقلبه غير لما ياخد اللون الذهبي. هنقلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونسيبه برضو يتحمر من تحت. طبعا القرنبيط بتاعي خلاص خلص وطلعته في الصينيه على مناديل ينزل كل الزيت اللي فيه. غسلت الطاسه وهحط فيها زيت عشان احمر البطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم. هيسخن كويس جدا واقوم نازله بالبطاطس بتاعتي. نزلت بالبطاطس وهسيبها لحد ما تتحمر من تحت واقلبها على الناحيه التانية. وهنجيب طاسه على النار، جبت طاسه تانية حطيتها على النار. هنزل بالسجق بتاعي، انا مش هحمره في زيت، انا هحطه في ميه عشان ينزل كل الدهون اللي فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهجيب شويه من الميه احطهم على السجق لحد ما يقعد كده يغلي معايا وينزل كل الدهون اللي فيه. زي ما حضراتكم شايفين البطاطس اهي بتتحمر معايا، السجق اللي احنا حطيناه في الميه، شايفين كميه الدهون اللي عليه. هجيب شوكه وهقعد اشكه كده اهو
عشان ينزل المية اللي فيه والدهون اللي فيه. شايفين؟ بجد اكلة جميلة وسريعة. والقرنبيط ما شاء الله حكاية، هوريهولكم لما نيجي نقدمه ان شاء الله. شايفين بينزل المية ازاي اللي فيه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نعمله كده بالشوكة عشان ينزل اي مية فيه، اي دهون فيه احنا بغنى عنها. تمام اهو. شايفين الدهون بتاعته بدأت تظهر ازاي على الوش الطاسة. وطبعا شطبت المواعين بتاعتي عقبال ما الحاجة تجهز معايا. انا عايزة اوريكم كمية الدهون اللي في السجق عاملة ازاي. عشان كده انا حطيته في مية وشكشكته بالشوكة عشان كل الدهون والمية اللي فيه تنزل. شايفين كمية الدهون؟ شايفين الدهون عاملة ازاي؟ فدي طريقة صحية وسليمة عشان الدهون اللي في السجق. شايفين السجق بتاعي بعد ما صفيت منه المية اهو. شايفين لسه بينزل مية ازاي، بس كده خلاص يعتبر نزل كل الدهون اللي فيه. والبطاطس معانا لسه بتتحمر. هسيبه اهو، هسيبه لحد ما ياخد اللون بتاعه. شايفين بدأ ياخد اللون ازاي. زي ما حضراتكم شايفين شطبت البوتاجاز بتاعي وغسلت المواعين وشطبت الحوض. وزي ما حضراتكم شايفين معايا خلاص خلصت البطاطس والقرنبيط والسجق. بجد حاجة جميلة ما شاء الله. والقرنبيط بتاعي مقرمش وجميل. استنوني في أكلة جديدة من قناة سنة أولى طبخ. كان معكم نيرة سليم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.